السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وكواليس جديدة وأخبار جديدة. النادي الأهلي، زيزو أهلاوي والونش مع السلامة. الونش شربتها يا كلوديا. طبعا زي ما احنا عارفين الأهلي خلاص خلص في صفقة زيزو، وجماهير الزمالك طلعت وغلطت في زيزو، وزيزو شتموه لعنوا سلسفين أبوه. ده اللي حصل، تمام صح. ايه اللي حصل بقى؟ الاخبار الجديده قال لك ان الونش خلاص هيجدد في النادي الاهلي او هيجي النادي الاهلي، وبيقرص ودن الزمالك والكلام ده اهو. الزمالك كان هيجدد له بكام؟ ب 9 10 مليون. بعد الاهلي ما دخل في مفاوضات وكده، انا اللي سمعت ده في الاعلام ان 90 مليون جنيه في موسمين او ثلاثه مع الزمالك. الونش هيجدد مع الزمالك مليون، يعني في موسمين 90 مليون. يعني ده رقم كبير جدا يعني. فزي ما احنا عارفين خلاص زيزو اهلاوي وابننا وحته مننا، واللي مش عاجبه يركب قطر 6 الا تلت ويسافر. في صفقات جايه، في صفقات جايه. الاهلي دايس وبص مش هيخلي قدامه. فرحان بالثلاث نقاط يا ميدو، خدهم يا حبيبي وافرح بيهم. بس انا بخليك عايش دلوقتي في قلق، بخليك مش شايف قدامك، بخلي ادارتك مش، الجمهور مش سايبني. ده بالنسبه لمين؟ للاخبار. عندنا بكره ان شاء الله ماتش الاهلي وبيراميدز، ماتش مهم جدا. وزي ما احنا عارفين ان بيراميدز عنده غيابات، منه بلاك توريه، عندك مصطفى فتحي، عندك مين؟ عندك ابراهيم عادل. اهم ثلاثه في بيراميدز. فان شاء الله الاهلي يكسب بكره ويدوس على وش بيراميدز، وهيبقى خلاص بقى الفارق والثلاث نقاط اللي راحوا منك في ماتش الزمالك هيبقى الفارق. لو فزت بكره على بيراميدز هتفرق معاك جامد. فان شاء الله موفقين وان شاء الله نكسب بكره.